السلام عليكم. هعمل معاكم النهاردة مكرونة بالصلصة وفليه. هعمله من غير بيض. هتبله هبشله طماطمايه وبصلايه من الناحية الضيقة اللي في المبشرة، واحط له فلفل اسود وبهارات وكزبرة وبابريكا وملح. دي التوابل اللي هتبلها بيها مع البصل والقوطة. حطيت لها شوية خل وقلبتهم مع بعض وحطيت الفيليه عشان اتبله. خلاص كده اسيبه بقى ساعة في التلاجة واعمل بقية الحاجة. غليت مية اهي وحطيت لها ملح وزيت، وهحط المكرونة عشان اسلقها. قلبتها تقليبة، واول ما تغلي هديها تقليبة تاني واشيل الغطا، مغطهاش واوطي عليها واسيبها تستوي. لما تستوي اصفيها. هعمل الصلصة. قطعت بصلة وحطيت لها شوية زيت ومعلقة صغيرة توم مفروم وملح، وهشوحها لغاية لما تدبل. بعدين احط لها التوابل برضو، فلفل اسود وبهارات وكزبرة وبابريكا وشطة وملح. بعد كده اشوحهم مع بعض. حطيت اهو الخل، بعدين احط معلقتين صلصة، بعدين عصير الطماطم، واقلب بقى ده كله مع بعض واسيبه يغلي. هنا كانت غليت، شلت الغطا مش هحطه تاني، واوطي عليه واسيبها لغاية لما تتصلص. هنا بقى كانت خلاص اتصلصت تاني. طلعت الفيليه من التلاجة واعملها بقى بالبقسماط. هنفض الاول الخلطة اللي كانت عليه دي، هنفضها وبعدين احطه بقى في البقسماط اعمله بيه. ادوس عليه كويس واغلفه كويس بالبقسماط. هنا كده خلصت انا الكمية كلها، عملت النص كيلو كله. هنقلي بقى. اسخن الزيت وبعدين احط اقليه يتحمر من ناحية واقلبه على الناحية التانية، ولما يتحمر من ناحيتين اطلعه. احمر بقى الباقي اهي. طعمه جميل جدا. عملت بقى المكرونة اهي وادي الفيليه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة عدس بشعرية. جبت العدس ربع كيلو، غسلته ونقيته، حطيته في الحلة وغطيته بالمية، وحط له جزراية وبصلاية وبطسطاية و3 طماطم عشان اسلقهم مع بعض، وحطيت له توم مفروم معلقة صغيرة. هسيبهم بقى يغلوا، وبعدين ما غطوش بقى تاني عشان ما يفرش مني، واوطي عليه واسيبه يستوي لغاية لما الخضار ما يستوي. اطفي عليه واسيبه يبرد، وبعدين اضربه في الخلاط. هحمر له بقى الشعرية معلقة سمنة، واحط له كوباية شعرية كفاية على الربع كيلو. هحمر بقى الشعرية. بعد كده اول ما الشعرية ما تتحمر احط لها التوابل واشوحها معاها، كمون وكزبرة وبهارات وبابريكا. شمي بقى ريحة التوابل مع ريحة الشعرية، ما شاء الله طعمها ريحتها في منتهى الجمال. بعد كده اروح حاطه بقى العدس اللي انا ضربته في الخلاط، واقلبه واسيبه بقى لغايه لما الشعريه تستوي في العدس. طبعا انا ملحته. وهنا بقى كان خلاص الشعريه استوت مع العدس، وكده خلاص العدس كان استوى. بألف هنا وشفا. السلام عليكم. هعمل معاكم محشي مشكل. طاسة على النار فيها شوية زيت، حطيت فيها بصلتين، حطيت على البصلتين رشة ملح،
واشوحها لغاية لما تدبل. بعد ما تدبل احط التوابل، فلفل اسود وبهارات وكزبرة وكمون وبابريكا وشطة ومكعب مرقة. شوحتهم مع البصلة، وبعد كده رحت حط عليهم عصير الطماطم. هقلبها واحط لها الملح واسيبها بقى لغاية لما تغلي. بعد ما خدت اول غلوة هشيل بقى الغطا واوطي عليها واسيبها تتسبك براحتها. هنا كانت خلاص اتسبكت. هطفي عليها بقى واسيبها تهدى شوية. غسلت الرز وصفيته وقطعت الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، وطبعا مقورة البتنجان. جايبة كيلو بتنجان ابيض واسود وكيلو اسود يعني بتنجان اسود ونص فلفل. حطيت الرز والخضرة في الصلصة وقلبتهم. وهحشي بقى، جيب الحلة اهو اللي انا هحشي فيها، وهحشي بقى البتنجان ومملهوش قوي. اسيب كده عقلة كده فيه عشان لما بيجي يستوي طبعا الرز بيزيد وما يقعش في الحلة يعجنها. هنا خلاص عملت الحلة كلها، حشيتها، حطيت الشوربة، ما زودش شوربة كتير، يعني تقريبا ربع كده الحلة شوربة. واسيبها بقى لغاية لما تغلي، اوطي عليها على الوسط، نار وسط لغاية لما تشرب. بعد ما تشرب انقلها على عين صغيرة واسيبها تستوي. السلام عليكم. هعمل معاكم كفتة مشوية في الفرن والرز المشاوي. الرز الاصفر احط بصلة في الكبة افرمها، احط معاها قرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي وربع حزمة بقدونس افرمهم سوا. احط لهم نص كيلو لحمة مفرومة، احط لهم معلقة صغيرة توم مفروم ومعلقة صغيرة فلفل احمر مفروم. وبعدين احط معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين كبار نشا، واحط الملح والتوابل وافرم كل ده مع بعض. بعد كده احطها في التلاجة. اعمل الخلطة دي بصل وطماطم وفلفل وبقدونس وليمون وخل ونفس التوابل اللي انا حطيتها للكفتة وملح. ديت الفرشة اللي هحط عليها الكفتة. صبع بقى الكفتة بشوية زيت واروح رصها في الصينية. اعملي بقى مقاس الكفتة اللي انت عايزاه، كبير صغير زي ما انت عايزة. هحطه في الفرن يستوي، وبعدين هعمل الرز. شوحت بصلة وحطيت لها التوابل ومكعب مرقة، شوحتهم سوا. بعدين حطيت الرز شوحه شوية، بعدين حطيت الملح والمية. اسيبه بقى يتشرب، ولما يتشرب انقله على عين صغيرة واسيبه يستوي. هنا الكفتة استوت. دي الخلطة اللي انا كنت عاملاها هحطها الاول واحط عليها الكفتة، رش عليها بقى شوية بقدونس. وهنا عملت شوية سلطة، وهنا هو الرز وادي السلطة وادي الكفتة، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم مكرونة محمرة بالخضروات. حطيت طاسة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة كبيرة وشوية زيت، وحطيت كيسين مكرونة، وهبدأ أحمر المكرونة. لا هي قربت تتحمر، يعني ما اتحمرتش على الآخر. هحط لها بقى التوابل، فلفل اسود وبهارات وكزبرة ولورا مطحونة وبابريكا وشطة. هشوح التوابل مع المكرونة. حطيت بصلة صغيرة مبشورة وواحدة جزرة مبشورة، اشوحهم مع المكرونة. فلفل الوان برضه هشوحه مع المكرونة. هحط طماطم تقطعها مكعبات صغيرة، دول 2 طماطم، ومعلقة صغيرة توم مفروم. هشوح بقى كل الخضروات دي مع بعض. وبعدين انا حاطة شوربة اهي بغليها
هحط لها بقى الشوربة. مفيش شوربة عادي نحط مية مغلية، نسخن مية ونحطها بس كده. هنسيبها بقى تاخد ايه غلوة. هنا خدت اهي اول غلوة، قلبتها بقى وهوطي عليها واسيبها ايه تشرب. هنا خلاص كانت اتشربت واستوت. هنا كده خلاص المكرونة اتعملت، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم سمين مشكل او حلويات المذبح. طاسة على النار فيها شوية زيت. هنا كنت جايبة الكلاوي وغسلاها ومصفياها، احطها اشوحها، احط لها التوابل. بعد لونها ما اتغير كده احط لها التوابل، فلفل اسود وكزبرة وبهارات. فضلت اشوح فيها لغاية لما دخلت في السوا. بعدين رحت حاطة عليها الكبدة، حطيت معلقة توم، معلقة فلفل احمر مفروم، وبرضو حطيت التوابل هي عشان اتبل الكبدة زي ما تبلت الكلاوي. هسويهم بقى هما الاتنين، افضل اشوح فيهم كده لغاية ما يستووا. بعدين اروح حاطة بصلة كبيرة مقطعها شرايح، هشوح البصلة معاها شوية. بعدين احط فلفل بقى رومي حامي اللي يعجبك، لغاية لما كله دخل في السوا وشلتها. عشان الطاسة التانية مش هتكفي، جبت الطاسة دي عشان اعمل فيها السجق والكفتة. شوحهم اهو لغاية برضو لما يستووا. بعد بقى ما يستووا كده هشيلهم بقى واحطهم فين مع الكبدة والكلاوي. خلاص كده هقلبهم بقى مع بعض عشان كله ياخد من طعم بعضه. وبعدين هسيبه بقى لغاية لما ياخد غلوة كده مع بعض. وانا كنت عاملة البمبار وحطيته عليه، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم كيكة بالبرتقال. دي مقادير صينيتين، اللي عايز صينية واحدة ينصص المقادير. كوبايتين عصير برتقال، وكوبايتين سكر، وكوباية زيت، واربع بيضات، ومعلقتين كبار بشر برتقال. كل المقادير دي هحطها في الخلاط اخلطهم لغاية لما احس كل المقادير اتخلطت مع بعض واللون بتاعها افتح. حطيت 4 كوبايات دقيق في المنخل، ومعاهم 2 بيكنج باودر ورشة ملح، ونخلتهم. حطيت عليهم المكونات اللي في الخلاط، وبمعلقة هبدأ بقى اقلب لغاية لما الدقيق ده يختفي معايا خالص. واجيب بقى اللي في الجناب واجيب من تحت واقلب عشان ما يبقاش في دقيق خالص. بعد كده بقى بمضرب يدوي ابدأ اخلط تاني عشان لو في اي تكتلات ولا حاجة تفك معايا. خلاص كده لغاية برضو لما احس ان ما بقاش في اي تكتلات. دول بقى الصينيتين دول انا دهناهم زيت، فورمة وصينية اهو. حطيت طبعا مملهاش طبعا كلها عشان لسه هترتفع. احطها بقى في الفرن متوسط الحرارة. افتح من تحت بس لو في مروحة افتحها لغاية لما تستوي، وبألف هنا وشفا.